أشكر الأستاذ محمد. أشكر الأستاذ محمد الدماني على هذه المداخلة وعلى هذه المحاضرة، لأنها ألقت الضوء حاولت أن تستعيد تاريخ تكوين هذه الجبهة بنظرة نقدية ونظرة عميقة، وينبغي أن نقف عندها لضبط المسائل. يعني ما هي الجوانب التي تستاهل أن نقف عندها وأن نستدرك ما فات في الجبهة من نواقص، والتنبيه إلى جوانب مهمة مثل الجانب الاقتصادي وجانب البرامج، فهذا أمر مهم. عمل الجبهة تقديرا بشكل عام، الجبهة مشروع مهم، مشروع مثل تطورا حقيقيا في تاريخ المعارضة التونسية، وفيها حل كما نبه الأستاذ نور الدين العرباوي، هي معالجة عملية لإعاقة خطرة ظلت تحكم خلال العشرية السابقة وقبل حتى العشرية، وخاصة خلال العشرية عندما النهضة أصبحت في السلطة. تكونت جبهة، نستطيع أن نقول جبهة إيديولوجية معادية للنهضة عداء عدميا. يعني أنا قالت لك يعني مهما تحاول، وهذا أدى للانقلاب في النهاية، وهذا أدى إلى أن يستقبل الانقلاب، وهذه فضيحة فكرية وفضيحة سياسية، أن الانقلاب في بلد الثورة تونس استقبل باحتفال، ولذلك هذا دوخ الشعوب، دوخ من كانوا يتابعون التجربة التونسية بإكبار وإعجاب. كيف يستقبل الانقلاب على الديمقراطية بهذا الاحتفال؟ هذه فضيحة، وينبغي أن يشتد الخطاب والإدانة لمن تورط في هذه الفضيحة. الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات ترمى بالحجارة، لأن أشد المنكرات هو الاستبداد. فأن النخبة التونسية أو قطاع كبير منها احتفى بالانقلاب، هذه فضيحة ينبغي أن لا نتساهل معها وأن لا نمارس معها يعني السماحة، ينبغي أن تدانب بشكل. ولذلك أعتبر أن النجاح أن ما حققته الجبهة هو نجاح، لأنه فيه تجاوز لهذه الإعاقة. كما إعاقة في تونس، هي إعاقة فكرية إيديولوجية لا يمكن، هي تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية، لأنه تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية. هذه إجرام في الحقيقة. ولذلك الذين استقبلوا هذا الانقلاب لا يمكن أن يكون باحتفال، يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليين، بل هم إرهابيين، بل هم يعني دعاة لحرب أهلية. لأنه ما معنى أن تقول هذا الطرف هذا غير موجود؟ ايش معنى غير موجود؟ هو موجود. فمعنى إنكاره هو في الحقيقة تمهيد ولذلك أعتبر أن هذه الصورة اللي أمامنا يعني تنال إعجابي بشكل غير محدود. هذه الصورة هي صورة الجبهة. هذه الجبهة هناك، الجبهة مش كلهم أعضاء بالجبهة، لأن الجبهة مش حزب، ولكن الجبهة كما الحركات الوطنية تجعل هدفا كبيرا لها مثل تحرير البلاد من الاستعمار. بعد ذلك التفاصيل ما تدخل فيها. ولذلك هؤلاء ما الذي يجمعهم؟ لا تجمعهم الجبهة كحزب كأعضاء،
كثير منهم ليسوا أعضاء في الجبهة، ولكن نجمعهم هو الحرية. هؤلاء الذين يحاكمون في الحقيقة هذا علامة انتصار. هؤلاء معنى ذلك الرسالة اللي بعثوها لنا أننا تجاوزنا المعارك الإيديولوجية، تجاوزنا الاستئصال، وأننا جميعا مجتمعون حول الحرية. هؤلاء الآن يحاكمون. ثم صورة ناقصة في القاعة هذه مقابلة لهذه الصورة اللي ناقصة. الصورة اللي ناقصة، الصورة المقابلة كان ينبغي أن تجمع بن علي والجنزوعي والسرياطي والقلال وكل الذين الثورة المضادة، لأن هذه الثورة مقابل الثورة المضادة. الآن هؤلاء يحاكمون، ورموز الثورة المضادة يحاكمون أيضا في دوائر العدالة الانتقالية، ولكن الذين يحاكمون في دوائر العدالة الانتقالية وجرائمهم ثابتة، القتل والتعذيب حتى الجرائم ثابتة، ولكنهم يحاكمون من خارج وهم خارج السجن، بينما رموز الثورة يحاكمون وهم في غياهب السجون ويعذبون أو يضطهدون. بحيث الجبهة كون فتحت جعلت هذه الصورة ممكنة، يكفيها هذا النجاح. بين الثورة والثورة المضادة هل نجد وسطا؟ ثم وسط. ولذلك الذين عبروا قالوا بأن نحن في معركة مع تحرير وطني، هؤلاء ليسوا مخطئين، لأنه ما ثماش وسط بين الثورة والثورة المضادة. ونحن الآن نعالج الثورة المضادة اللي حصلت في العالم، حصلت في سوريا وحصلت في مصر وحصلت في كون التوانسة الآن. من عجائب تونس الآن أن الثورة والثورة المضادة يتعايشان في نفس المرحلة، يعني سجون فيها رموز الثورة، ومحاكم أيضا تحاكم العهد القديم، تحاكم الثورة المضادة، ولكن مع فرق. وين قيس الآن؟ وين بقعته؟ هل بقعته مع هذوما ولا مع الآخرين؟ واضح بقعة قيس وين موجودة، ما مع هؤلاء يحاكمون هؤلاء. فقيس هو الآن مع الجنزوعي في حقيقة الأمر، مع الجنزوعي ومع السرياطي ومع بن علي، لأن هؤلاء صحيح يحاكمون في زمن نستطيع أن نقول الزمن هم يحاكمون بزمن قضائي، ولكن الزمن السياسي لصالحهم، بينما هؤلاء يحاكمون والزمن السياسي ليس لصالحهم، والزمن القضائي يسخر من طرف الزمن السياسي. فهنا نجد مفارقة كبيرة، وينبغي أن لا تتضبب الساحة قدامنا، لأنه صحيح كانت هناك معارضة لبن علي، ولكن هل معارضات بن علي هي التي قادت؟ هل المعارضات الرسمية في عهد بن علي هي التي صنعت الثورة؟ لا، الثورة خرجت من خارج السيستم، ربما المعارضون يعني مهدوا لهذا يحسب لهم، ولكن التغيير، الثورة ما جاتش من داخل السيستم. فالذي يتوقع أنه من داخل المنظومة متاع قيس سيقع التغيير، مثلا نقول لماذا لا ندخل الانتخابات القادمة؟ شكون قال لي باش تكون ثم انتخابات هي أصلا؟ من قال بأنه 24 منين باش يبدأ الحساب؟ هو اللي يقول الانتخابات 24 معناها حاسب، معناها دستور 14 ديس عليه، ولذلك ما لازمش نبني على الأوهام. مثلا هو صرح بوضوح، قال أنا مانيش باش نسلم البلاد لغير الوطنيين. معنى ذلك هو أصبح هو الناطق باسم الوطنية، ولذلك ينبغي أن نبني على ما هو واقع. الواقع اليوم هو وأن انقلابا حصل، وأن هذا الانقلاب داس على مكاسب الثورة، وأهم مكاسب الثورة
هو ما كان يتحدث عنه الإخوة، هو الحرية، وأنه نحن بعد قرون طويلة أصبحنا قادرين على أن نغير حكامنا. غيرنا الحاكم الأول، غيرنا البزع، وجبنا المرزوقي، وغيرنا المرزوقي وجبنا الباجي، وغيرنا الباجي وجينا اللي بعده. هذا لأول مرة يحصل في تاريخ المنطقة، وأول مرة يحصل في تاريخنا. فهذا المكسب ينبغي أن نحافظ عليه، مش نحافظ عليه، هذا المكسب أطيح به، ونحتاج إلى ثورة حقيقية، نحتاج إلى هذه الصورة، إلى هذا اللقاء الوطني الجامع بقطع النظر عن التفاصيل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. حبيت نقول بأنه هذه المداخلة التي عبرت عن الرأي الآخر مهمة، لأنها تحرك السواكم، تخلينا ننظروا وين نجحنا وين ما نجحناش، وكيفاش ينبغي أن نتطور. وفيها الشيء الثاني يدل على أن النهضة فيها أكثر من رأي، وهذا رأي من الآراء موجود في النهضة، ونحن نتشرف به وندافع عن بقائه، وندافع عن حقه في التعبير، وحقه في أن يقنع، وأن يمارس دوره كأستاذ ناقد وكسياسي محنك. وشكرا لكم. شكرا الأخ الرئيس. الأخ محمد طلب يعني باش يعقب شوية 5 دقائق على الأقصى. يعني احنا فعلا يعني بتقدير معين لأن برشا تدخلات أشارت إلى ورقته هو بالذات. نعم بسم هو برشا حاجات. لا بس والله ما ريت كان خليها طبعا خليها هو تويكا معناه برشا نقاط. بس ما نرد لها طلبا يعني. هو برشا نقاط، فما نقاط كنت مش نقولهم، لكن نطرقوا لها بعض، لا داعي معناها باش نكررها. لكن انا هنا بحكم انضباطي في الاعتصام نشكر جبهة الخلاص، كما نشكر قلنا احنا نحبوا على وجوه جديدة. الحمد لله لنا الشرف انه كانت وجوه جديدة بفضل هذا، بفضل جبهة الخلاص الكاتبة بالحق معناها الكاتبة هالة، وكذلك مدام عنايات ووجوه جديدة. كل ما أقوله أنه هالوجوه النايرة نحبها هما بالحق معناها تكون مع الشعب التونسي، هما وجوه جديدة. نعرفوا أن الشعب برشا كرهوا الوجوه السياسية، فهذا من جبهة الخلاص أنه تكونت فما وجوه بارزة، وجوه وطنية ما كناش نعرفوهم. الحمد لله كذلك عرفنا بفضل الجبهة كانت عائلات